أهلا بكم. اليوم سنتحدث عن فصل درامي من تاريخ تونس الحديث. سنتحدث عن الأيام الأخيرة للرئيس زين العابدين بن علي، وكيف غيرت ثورة الياسمين كل شيء. ولد بن علي عام 1930 في حمام سوسة بتونس، وكانت له خلفية عسكرية، حتى أنه تدرب في فرنسا. تدرج في مناصب عسكرية وحكومية مهمة. وفي نوفمبر 1930 استولى بن علي على السلطة بانقلاب أبيض، معلنا الرئيس آنذاك غير لائق للحكم. وسرعان ما تحولت وعود الإصلاح إلى 23 عاما من الحكم الاستبدادي القمعي. لننتقل الآن إلى الشرارة التي أشعلت ثورة الياسمين. في 17 ديسمبر 2011 في مدينة السيدي بوزيد أضرم بائع متجول اسمه محمد البوعزيزي النار في نفسه. كان هذا العمل المأساوي احتجاجا يائسا على مضايقات الشرطة والصعوبات الاقتصادية. كانت هذه هي الشرارة التي أشعلت نار الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. لقد سئم الشعب التونسي من البطالة والتضخم والفساد والافتقار الشديد للحرية. انتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة، مدفوعة بوسائل التواصل الاجتماعي والرغبة الجامحة في التغيير. ردت حكومة بن علي بإجراءات قاسية، لكن الانتقادات الدولية انهالت عليها. في 14 يناير 2011 حاول بن علي تهدئة العاصفة من خلال وعده بعدم السعي لإعادة انتخابه، وخفض أسعار المواد الغذائية، وتخفيف القيود على الإنترنت. لكن ذلك كان قليلا جدا ومتأخرا جدا. بعد يوم واحد فقط، في 11 يناير، أعلن بن علي حالة الطوارئ وحل الحكومة، ووعد بإجراء انتخابات جديدة. لكن بحلول ذلك الوقت كانت الشوارع لا يمكن إيقافها. في نفس اليوم فر بن علي من تونس طالبا اللجوء في المملكة العربية السعودية. برحيل بن علي دخلت تونس مرحلة جديدة وغير مؤكدة. تولى الرئيس المؤقت محمد الغنوشي السلطة لفترة وجيزة، ثم تلاه فؤاد المبزع. تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن الاحتجاجات استمرت، مما أدى في النهاية إلى حل حزب بن علي. بحلول أكتوبر 2012 أجرت تونس أول انتخابات حرة، والتي مثلت بداية عهد جديد. تلا ذلك دستور جديد في يناير 2011. لقد برزت تونس على الرغم من التحديات المستمرة كقصة النجاح النسبية في الربيع العربي. ما رأيكم؟ هل حققت ثورة الياسمين أهدافها؟ شاركونا آراءكم في التعليقات أدناه. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمزيد من التعمق في التاريخ. أراكم في الفيديو التالي.